السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. انا جايه النهارده بس اديكم شوية باور كده. يلا يلي لسه مشغولة في الشقة انزلي السوق حالا بالا، يعني بالكتير او بكرة الصبح. الاسعار بتاعة الخضار عمالة ترفع، فالحقي نفسك وهاتي شوية خضار وضبيهم معايا، وهينفعوكي جدا الاسبوع بتاع العيد والاخر الشهر كمان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف النهارده هنعمل ايه. بصوا بقى، فتة ولحمة وطواجن وصواني، محتاجين شوية حاجة مخللة في البيت لازم ضروري. فلقيت الخيار البلدي القمر ده اللي ما بيطلعش غير يعني في السنة كلها، مثلا ممكن تشوفيه أسبوعين ولا حاجة في السوق وبعد كده بتلاقيه اختفى. حلو قوي في التخليل، تحفة. هاتيه بقى واغسليه كويس وتعالي اديله شكة كده او نغزة بالسكينة او غزيه. ماشي اختي، غزيه غزة بالسكينة غزة واحدة بس. حضري بقى برطمان نضيف كده ومتعقم، حطي فيه معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من هريسة الفلفل، فصين من الثوم قطعيهم شرايح، ورصي الخيار بتاعك. وهنحط على الوش آه، معلقة أو معلقتين من الخل على حسب حجم البرطمان بتاعك، وكل مج من المية معلقة واحدة من الملح، وهنحط له في الآخر معلقة صغيرة خالص من السكر تحافظ على القرمشة بتاعة الخيار بتاعي. حطيت كمان معاه ورقتين من اللورة. هقول لكم تاني، حطيت معلقة من الكزبرة الناشفة الناعمة، وحطيت معلقة من هريسة الفلفل، حطيت ورقتين 3 من اللورة، ولكل كوباية مية معلقة من الملح، وبحط في الآخر خالص معلقة صغيرة من السكر ومعلقتين من الخل. هتحطي معلقة أو 2 من الخل على حسب حجم البرطمان، يعني اللي أنا بعملهم حاليا في إيدي دول صغيرين، فبحط معلقة واحدة كبيرة من الخل. بعد شوية هعمل واحد كبير كده، هنحط له بقى 3 معالق من الخل. اوكي، وبتغطي وشه، بتحافظي ان هو ما يدخلوش اي هوا، وبتسيبيه 3 4 ايام وبتاكلي منه، بيكون تحفة. بألف هنا يا رب. طب عملنا ايه تاني او جهزنا ايه تاني للعيد؟ اول حاجة انت بتبقي حاطة في بالك انا هعمل يعني ايه الانواع الاكلات اللي انت هتعمليها في العيد. انا مثلا هعمل ورق عنب ان شاء الله من غير مقاطعة، ربنا يدينا العمر ويبلغنا العيد كده على خير يا رب، اللهم امين جميعا. فهعمل ورق عنب، فجبت نص كيلو من الورق عنب وغسلته كويس جدا وسبته لحد لما اتصفى ونشف تحت المروحة. وبعدين جبت الاسترتش رول ده وبدأت أغلفه. أنا شايلة شوية في الفريزر مسلوقين، يعني سلقته آم، وسبته لما نشف وبعدين كيسته. ممكن تشيليه كده أو كده براحتك خالص. طب انا ليه مش بشيل العيدان بتاعته؟ انا بحبها بصراحة، لما باجي اسلقه بتحافظ لي على الرصة، وفي نفس الوقت لما باجي احشي بحط العيدان دي في ارضية الحلة بتديني مزازة جميلة. كيست الورق العنب ودخلت على البامية. انا غاسلة كل الخضار بتاعي وكنت حاطاه في مصافي يتصفى وينشف تحت المروحة. وبعد كده بمسك البامية بقى امعها بعد ما نشفت، لازم تكون اتغسلت ونشفت. شفتوا الطريقة ازاي؟ بميل ايدي، بخلي السكينة بالورب، بشيل القمع اللي فوق والطرف اللي تحت. ولو الجناب بتاعتها بتشوك لازم تقلميها كده تقليمة بالسكينة، بس خف يعني، خلي ايدك خفيفة، بتاخدي بس الحروف اللي على الوش اللي هي بتشوك. ومعلومة طبعا، البامية لو بتشوك تبقى هي طازة بتاعت اليوم، بتاعت نفس اليوم. لو بتضايقك بقى بالتشويكة دي بيتيها ليلة في التلاجة وتاني يوم اشتغلي فيها. خلصنا البامية وركنتها كده خلاص. بصوا بقى، شوية صلصة طماطم. بصوا، لا تقولوا لي فيتراك ولا اي حاجة من الحاجات الجاهزة. شوفوا لونها عامل ازاي، تحفة. ليه؟ بفرم معاها او الاول وانا بديها غلوتين على البوتاجاز من غير اي مية خالص، يعني بتغسلي طماطمياتك تغسليها كويس جدا، وتشيلي القمع بتاعها من فوق وتفتحيها. لازم تفتحيها بالسكينة حتى لو انت شايفاها كويسة قدامك وما فيهاش اي حاجة من بره، لازم تفتحيها عشان تتأكدي ان ما فيهاش اي جوه اي سوسة ولا حاجة. وبفرم معاها فلفل احمر او بسلق معاها فلفل احمر من اللي هو البارد.
بيديني لون تحفة. وبعد ما بضربها في الخلاط لازم اصفيها عشان تبقى بيور كده ونقية وجميلة. شوية الخضرة بتاعتي جبت ب10 جنيه شبت بقدونس كزبرة، علشان طبعا هحتاجها في الممبار، هحتاجها في المحشي، ضرورية جدا جدا في العيد. غسلتها وصفيتها وبعدين خرجتها وشلتها في الكيس، طلعت منه الهواء وربطته. طب دلوقتي هعمل برطمان بقى مشكل. حطيت برضو في ارضيته كزبرة، ورق لورا، شرايح من التوم، فصين 3 كده من التوم قطعتهم شرايح حطيتهم في الارضية. وعندي بقى جزر قطعته بالقطاعة كده، بنقطعه ايه يعني وسط، لا رقيق قوي ولا سميك قوي. والخيار بتاعي البلدي القمر ده زي ما هو بنديله، بس زي ما قلنا شكاية كده بالسكينة. ومعايا بقى شوية فلفل احمر ضربتهم في الخلاط مع كوباية مية، فهيدوني لون حلو قوي قوي للمخلل بتاعي. ده في حالة لو ما عندكيش بنجر. طب لو عندك بنجر استبدلي بقى الخطوة دي، الفلفل مع المية في الخلاط استبدليها بشرايح البنجر، هتديلك لون جميل زي بتاع الايه، الترشي البلدي اللي بنشتريه من بره. دلوقتي بقى انا عايرت المية اللي احتاجها البرطمان، طلعوا 5 مجات، فهحط لهم 5 معالق من الملح، وحطيت هنا ملح خشن اللي هو بتاع التخليل. حطيت عليهم معلقة واحدة كبيرة من السكر و3 معالق من الخل. وهمسك بقى البرطمان بتاعي ده احط على وشه كيس من المية. طب ليه؟ لان كل الجزء الفاضي ده من البرطمان، انا كده خلصت الخيار والجزر مفيش حاجة تانية احطها. الجزء الفاضي ده هيبقى مليان هوا، انا بقى مش عايزة الهوا ده، هيبوظ لي المخلل. مليت الكيس ده مية نصه مثلا وربطته كده وحطيته على الوش زي ما انتوا شايفين. هغطي بكيس بلاستيك او ورقة ستريتش رول كده زي ما بعمل. المهم ان انا اكتم عليه ما يكونش فيه هواء واغطيه كويس، وهرج بقى البرطمان ده اقلبه بحيث ان الملح يدوب، لان ده ملح زي ما قلنا ملح اللي هو الصخري ده او الخشن. بصوا لون المية جميل جدا بسبب قرنين الفلفل ضربتهم في الخلاط. كده المخلل بتاعي بقى جاهز. الملوخية بتاعتي غسلتها وقطفتها الاول، بعدين غسلتها كويس جدا 3 4 مرات لحد لما لقيت الميه رايقه خالص. حطيتها في المصفى تتصفى، وبعدين فردتها على صينيه او سيرفيس لحد ما نشفت. هاخدها بقى وهي ناشفه اكيسها على قد الايه الاكله بتاعتي. في هنا حاجه مهمه جدا، الملوخيه دي لازم تطلع وهي مجمده على الخلاط على طول مع كبشه شوربه وتضربيها في الخلاط. ما ينفعش تقولي ايه طب اسيبها 5 دقايق ولا 10 دقايق تفك، لا ده هي لازم تتضرب وهي مجمدة عشان تفضل محتفظة بلونها ما تسودش معاكي، لازم تكون مجمدة. وبعد كده بتشتغلي فيها طبيعي جدا زي اي ملوخية بنعملها. جزر بقى لحقت نفسي الجزر لسه حلو في السوق، فجبته بشرت شوية، عملت كيس في الفريزر بينفعني جدا في تتبيلات فراخ او طواجن لحمة او حتى في السمك المشوي. ودي كانت تفريزاتنا، وكل سنة وانتم بألف خير.